نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر، أهلا بكم. قالت اللجنة المركزية للتحالف من أجل إعادة تحرير الصومال شيخ شريف شيخ أحمد من رئاسة اللجنة التنفيذية للتحالف، وعينت بدلا منه حسن طاهر أويس. من ناحيته رفض الشيخ شريف قرار اللجنة المعارضة لاتفاق جيبوتي والتي تتخذ من إريتريا مقرا لها، قائلا إنها لا تمتلك النصاب القانوني. لم يعد التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال متماسكا منذ اختلاف مواقف قياداته من اتفاقية جيبوتي الشهر الماضي، حينها أبرم الرئيس التنفيذي للتحالف شيخ شريف شيخ أحمد مدعوما بأعضاء آخرين من التحالف أبرم اتفاقية سلام مع الحكومة الانتقالية، لكن أحد أبرز وجوه التحالف حسن طاهر أويس ومن معه ممن رفضوا المشاركة في محادثات السلام اتهموا المشاركين في جيبوتي بالتفرد في اتخاذ القرارات والسعي وراء مفاوضات لا تخدم مصالح الشعب الصومالي. من جانبه اتهم الشيخ شريف الحكومة الإريترية بالتدخل في شأن التحالف بغرض إحداث انقسام داخلي. أظهرت الملاسنات العلنية عبر وسائل الإعلام بين المؤيدين والمعارضين لاتفاقية جيبوتي اختلافا حادا حول كيفية تحقيق الهدف الذي بني عليه التحالف، ومع أن التحالف يضم في صفوفه أطيافا مختلفة المشارب والأهواء لا يجمعهم سوى شعار إعادة تحرير الصومال، فإن ظهور الخلافات بين أويس وشيخ شريف المؤسسين للمحاكم الإسلامية يعكس بحسب كثيرين ما قيل عن وجود تيار معتدل وآخر متشدد في التحالف. في مطلع الأسبوع الجاري وفي العاصمة اليمنية صنعاء حاول التحالف رأب الصدع عبر إدخال تعديلات على اتفاقية جيبوتي. طلب المعارضون للاتفاق الإشارة إلى أن بالقوات الإثيوبية من الصومال بالإضافة إلى عدم التنديد بالمقاومة. وبينما يصر المعارضون للاتفاق على رفض تقاسم السلطة مع الحكومة الانتقالية، فإن شيخ شريف والمؤيدين للاتفاق يقولون إن مناقشة المسألة سابقة لأوانها. باءت محاولة التقارب بين الطرفين بالفشل عندما صادقت اللجنة المركزية المتمركزة في جيبوتي على الاتفاق. يقول طاهر أويس والمعارضون لاتفاقية جيبوتي إن اللجنة لم تأخذ في الاعتبار اقتراحهم، وإنما صادقت على الاتفاقية كما صيغت دون تعديل. ترتب على ذلك إقدام اللجنة المركزية للتحالف في أسمرة على إقالة شيخ شريف من الرئاسة التنفيذية للتحالف وإسناد المنصب إلى حسن طاهر أويس، لكن الشيخ شريف يرى أن القرار غير شرعي لعدم اكتمال النصاب القانوني القاضي بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية. قال حسن طاهر أويس رئيس تحالف إعادة تحرير الصومال جناح أسمرة إن شيخ شريف أحمد خرق النظام الأساسي للتحالف بإبرامه اتفاق المصالحة الصومالية في جيبوتي، وحذر في اتصال هاتفي أجرته معه الجزيرة في أسمرة حذر من تداعيات ذلك. الأخ شريف عندما رجع من نيروبي قلنا لابد أن تجتمع كما هو مقرر في النظام، لابد أن تجتمع اللجنة المركزية حتى تصادق هذا أو ترفض، فأبى. ثم أمضى ما كان في جيبوتي، ثم أمضاها أيضا يعني قريبا في هذا الأسبوع في بنود جيبوتي. اتفاق جيبوتي فيه تنديد من يخالف هذه، وهذا يؤدي إلى أن الإخوة يعني ربما سيكونون في صف المقاوم للمقاومة يعني. من جهته نفى شيخ شريف أحمد رئيس تحالف إعادة تحرير الصومال جناح جيبوتي أي مخالفة للنظام الأساسي للتحالف الذي قال إنه ينص على أن من أهدافه العمل على إخراج القوات الإثيوبية من الصومال بشتى الوسائل، وقد اختار جناحه التفاوض لتحقيق ذلك. ليس هناك أي مخالفة للنظام الأساسي من قبلنا. ما يقوله البعض بأننا خضنا في مفاوضات مع ما يسمى الحكومة الانتقالية، يوجد أولا في النظام الأساسي للتحالف إخراج القوات الإثيوبية باستخدام جميع الوسائل الممكنة والشرعية. نحن الآن استخدمنا وسيلة التفاوض كتنفيذ لذلك البند، لذلك نحن نرى أننا نخدم مصالح الشعب الصومالي ولا نريد
أن نخدم مصالح غيرنا ومصالح الدول، ولا نريد أن ندخل في تصفيات حساب إقليمية أو دولية.